السلام عليكم متابعين قناه رشيده القرويه. اليوم غادي نشارك معكم فيديو جديد اللي هو طاجين تاع الدجاج. كتشوفوا بطاطا مقليه كيجي رائع بمكونات بسيطه. تقدروا انكم توجدوا هذا الغداء سهل في هذه الحراره، ما فيهش بزاف تاع التعقيدات. وخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ومشاهده ممتعه. كنحتاج 1 كيلو الا ربع ديال البصله تكون مشلضه بهذه الطريقه، زيتون خضر، اللوب ديال حامضه مصيره تكون مقطعه بهذه الطريقه. بالنسبه للعطريه عندنا الملحه، البزار، شويه ديال خرقوم، شويه ديال سكنجبير، ضامه ديال الزعفران، شويه ديال قزبر حبوب مطحون، وشويه ديال راس الحانوت. كاس الا ربع ديال الماء. اصلا البصله ديالنا طلق لينا الماء الكافي باش يطيب لينا الدجاج تاعنا. اللب ديال تاعنا الجلده ديال الحامض المصير للتزيين. كاس الا ربع ديال الزيت مخلطه روميه وبلديه. ربيع والثومه يكونوا مهاشين بهذه الطريقه. وعندنا 1 الكيلو ديال الدجاج. ونبداو على بركه الله في الطريقه ديال التحضير. اول حاجه غادي نشرملو الدجاج تاعنا ونخلوه مشرمل بالما طابت لينا البصله ديالنا، العطريه ديالنا، اللوب ديال حامضه مصيره، الثومه وربيع تاعنا، كنخو الماء ديالنا كاس الا ربع، وكنشرملو هاد الدجاج. بعد ما شرملنا الدجاج تاعنا غادي ندوزو باش نشحرو بصله. وعلى بوطه مهيله غادي نطيبو الطاجين ديالنا. اول حاجه غنخوي فيه الزيت ديالنا، غادي نضيف البصله كيلو الا ربع كما كتشوفوا مشلضه مزيان. نضيفوها باش تجيكم التخميره تاعكم بنينه وزوينه. وعلى نار مهيله غادي نخلو البصله تاعنا تشحر. بعد ما تشحرت لينا البصله شويه غتطفو الدجاج اللي خليناه يترقد. بسم الله. وكنزيدو الزيتون الخضر. وكنغطيو عليه وكنخلوه يطيب. ودابا راه الطاجين ديالنا كيطيب بالماطا. غادي ندوز نقلي البطاطا في الان فراير. كتشوف ندير فيها الكميه ديال البطاطا، كطيبها بالزربه وكتجي مقرمشه وزوينه.
الفيديو، وقف الفيديو. البطاطا في الانفراير باش تخرج لنا مقرمشه وزوينه كما كتشوفوا. كندير البطاطا تاعي، كنسرحوها بحال هكا، وكنزيدو عليها واحد الخويط تاع الزيت بحال هكا. دوزو العمر الجهه الثانيه. كما كتشوفوا هاد الانفراير تبارك الله راه كبيره. كندوز نخوي ليه شويه تاع الزيت. زيد الكميه ديال البطاطا، خلطها مزيان. كنبداو طيبو الدجاج ديالنا، وكنبداو نطيبو في البطاطا تاعنا. فيها الوقت، فيها كلشي. ان شاء الله من تكون نص ساعه تكون البطاطا تاعنا واجده. بعد ما طاب الدجاج حيدناه من الطاجين باش ندهنوه بالسمن والحار وندخلوه يتحمر في الانفراير. كتشوفوا هندهنو به الدجاج تاعنا. البطاطا راه سالك الطيب، كندهنوهم جوج جوايع باش ان شاء الله يتحمروا مزيان. ودابا غادي نديرو الدجاج في الفراير باش يتحمر. شوفوا هاد الانفراير زوينه، كتسهل الحياه. فما بغيتي تسخني شي حاجه ولا تحمريها ما عليك الا تدخليها الانفراير. ونتلاقاو من يتحمر لينا الدجاج. وهذا غادي يكون الشكل النهائي ديال الطبق تاعنا، او بالاحرى الغداء تاعنا المتواضع اللي هو عباره عن طاجين. بعد ما تحمر لينا الدجاج درنا في الطاجين ودرنا فوق منه البطاطا تشوفوا. وهكا نكون وصلنا لاخر فيديو. وكنبغي نقول لكم الا عجبكم الفيديو ديروا لايك واشتراك في القناه تاع جداتي، ونتمنى لكم عطله سعيده.